هي ليه المرتبات في مصر قليلة ومش بتزيد؟ ولو زادت بتزيد مبالغ بسيطة. أنا مصطفى الغريب ودي فيديوهات السؤال الصح. ده سؤال مهم وكالعادة بيتكرر كتير، ولكن إجابته ليها كذا جانب. خلينا في الأول نعرف إحنا عندنا كام موظف في القطاع الحكومي في مصر. العمالة في المؤسسات الحكومية كبيرة جدا، بتوصل تقريبا ل 6 مليون موظف، وفي ظل الظروف اللي كلنا بنعيشها دي مش بس اقتصاديا ولكن كمان تكنولوجيا، فإحنا داخلين على عصر مش عايز يعتمد بشكل كلي على البشر، وعايز يعتمد أكتر على الميكنة. طيب في أغلب دول العالم إيه اللي بيحصل تجاه ده؟ العمالة بتقل قدام التطور التكنولوجي وبيحصل تسريح للعمال. فلو جينا لمصر فحاليا وفقا للإحصائيات فهي مش محتاجة غير ل 3.5 مليون عامل، وهو تقريبا نص العاملين، وده استنزاف كبير للدوله في حين ان الانتاج كمان قليل رغم ان العدد ضعف اللي احنا محتاجينه. لكن الدوله عشان تتفادى السيناريو ده وتضطر تسرح العمال اللي وراهم مسؤوليات واسر، فبيحصل ان المرتبات ما بتزيدش بالشكل اللي انت متخيله. لكن في مقابل ده لو انت بتشتغل على نفسك فبتلاقي العكس، والباقي مش بيشتغل على نفسه وموجود تحصيل حاصل. يعني بذمتك انت مش بتواجه المشكله دي؟ عارف ان الكلام ده ممكن يزعل ناس كتيره من الموظفين، لكن دي حقيقه انت بتواجهها كمواطن رايح مصلحه حكوميه. بتشوف الموظفين وانتاجهم وتعاملهم وعدد ساعات شغلهم في اليوم، واللي بيشتغل ساعتين او 3 و4 وبيروح ويطلع لمدام عفاف في الدور الرابع وتعالى بكره عشان المدير اجازه والختم عنده في الدور، وتروح الساعه 12 يقول لك للاسف استاذ فلان خلص شيفته تعالى له بكره الساعه 10، او استنى لحد ما نخلص فطار وشاي. ولو اتكلمنا بقى على مستوى الوظائف الحكوميه فمصر بتعاني من ترهل شديد في الموظفين، وده بسبب تراكمات كبيره على مدار سنين طويله، سنين ما كانش فيها تخطيط ولا رؤيه، وده وصلنا لان بقى عندنا عدد موظفين اكبر بكتير من حاجه مؤسسات الدوله. طيب هل دي مشكله الموظف لوحده؟ طبعا لا، للاسف المنظومه كلها كانت بايظه. الدوله على مدار سنين طويله كانت سايبه الموظفين من غير تطوير، والموظف كان مبسوط بوضعه ومكبر دماغه وكده كده بيقبض. فلما الدنيا قفلت والظروف بدات تبقى اصعب بدانا نواجه المشاكل دي. بسبب التطورات التكنولوجيه بقى في منافسه شرسه في الوظائف، وصاحب القدرات والمهارات بسهوله جدا هيلاقي وظيفه بره الحكومه، وبمهارته هياخد الفلوس اللي يستحقها، لكن اللي هيفضل مكانه مش هيقدر يحقق اي حاجه ولا يواكب التطور. في فرص كتيره حوالينا لكن الجدع اللي يقدر يستغلها. هل كلامي معناه اننا نقعد الناس في بيوتهم ونسيبهم كده؟ طبعا لا. اللي كنت بحاول اشرحه هو حجم المشكله واسبابها، واني الفت نظر الناس لاهميه ان الواحد يشتغل على نفسه ويطور من قدراته، والفرص الكتيره اللي راحت من الناس بسبب انهم فضلوا في مكانهم وما تقدموش خطوه واحده لقدام. والسؤال الصح هنا، يا ترى ليه الموظف المصري ما بيطورش من قدراته ويحاول يدور على فرص افضل؟